لو بتستعد لمسابقة السلك الدبلوماسي لازم تكون عارف أساسيات الاقتصاد المصري. في الفيديو ده هنلخص لك أهم المحاور بشكل بسيط وسريع عشان تدخل الامتحان وانت جاهز. بدأت مصر تطبيق برامج إصلاح اقتصادي من أوائل التسعينات لمعالجة عجز الموازنة وتقليل الديون وتحسين أداء الاقتصاد. مرحلة 1991 انطلقت أولى خطوات الإصلاح بالتعاون مع المؤسسات الدولية، حيث بدأت الدولة في إعادة هيكلة الموازنة وخصخصة بعض الكيانات الحكومية. مرحلة 2016-2019 حصلت مصر على برنامج تمويل كبير تضمن تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة تدريجياً مع توسع في شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. مرحلة 2020 في ظل أزمة جائحة كورونا حصلت مصر على برنامج تمويل سريع للحفاظ على استقرار الاقتصاد. مرحلة 2022-2025 توسع البرنامج القائم ليصل إلى حزمة أكبر وشمل إجراءات مهمة مثل مرونة سعر الصرف وتقليل استثمارات الدولة في الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية وتسريع برامج الطروحات الحكومية. تهدف الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي عبر وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد القطاعات اللي ستتخارج منها الحكومة أو تحتفظ فيها بمشاركة جزئية، تطوير القوانين المنظمة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع التمويل والتنفيذ المشترك للمشروعات، الحد من التوسع في استثمارات الدولة اللي قد تزاحم القطاع الخاص. ترتكز رؤية مصر 2030 على 3 أبعاد رئيسية: البعد الاقتصادي، تحقيق نمو شامل وتنافسية عالية للاقتصاد المصري; البعد الاجتماعي، تحسين جودة الحياة وتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين; البعد البيئي، الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة. وتتوافق الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث وضعت الحكومة مؤشرات قياس واضحة لقياس التقدم في كل محور. شاءت مصر 3 محطات كبرى تعمل بالغاز لزيادة القدرة الكهربائية وتأمين الإمدادات بشكل سريع. تبنت استراتيجية وطنية للطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء لتوصل إلى مستويات مرتفعة بحلول عام 2030-35. أنشأت مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وهو من أكبر المشروعات الشمسية في العالم وساهم في خفض تكلفة الكهرباء النظيفة. نفذت مشروعات رياح كبرى مثل مزرعة جبل الزيت، بالإضافة لخطط لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركاء دوليين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أبرمت مصر اتفاقيات لمشروعات رياح جديدة بطاقة ضخمة تصل إلى عشرات الجيجاوات لتعزيز التحول نحو الطاقة الخضراء. اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل أكبر بوابة تجارية واستثمارية لمصر من عام 2004. شاركت مصر في منطقة التجارة القارية الإفريقية اللي بتهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى أسواق القارة. تحافظ مصر على علاقات تجارية قوية مع الاتحاد الأوروبي والصين ودول الخليج والولايات المتحدة، مع متابعة مستمرة للأرقام من خلال. وقعت مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها في منطقة رأس الحكمة بقيمة ضخمة عززت الاحتياطيات النقدية وساعدت في تحقيق توازن خارجي. يسهم صندوق مصر السيادي بدور رئيسي في تعبئة الاستثمارات وجذب شركاء دوليين عبر صناديق فرعية متخصصة وبرامج تجهيز الأصول للطرح في الأسواق أو للمستثمرين الاستراتيجيين. اتأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018 ليكون أداة استثمارية مرنة لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية. يعمل الصندوق على إنشاء صناديق فرعية في قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والسياحة والتعليم والصحة.
يقود الصندوق برنامج الطروحات بالتعاون مع الحكومة من خلال صندوق ما قبل الطرح لزيادة مشاركة القطاع الخاص. انضمت مصر في عام 2022 إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، مما رفع من جاذبية أدوات الدين المصرية. خرجت مصر من المؤشر في بداية عام 2024 بسبب بعض التحديات المرتبطة بتداول العملة الأجنبية، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية جديدة لتحسين بيئة الاستثمار. الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأكبر لمصر. الانضمام إلى تجمع بريكس في عام 2024 يفتح فرصاً جديدة لتمويل المشروعات وزيادة التبادل التجاري مع الاقتصادات الناشئة. مصر تعمل على توسيع علاقاتها مع أفريقيا وآسيا لتعزيز تنويع الشركاء التجاريين. الله تنفذ مصر شبكة قطار كهربائي فائق السرعة لربط الموانئ والمدن الصناعية والمناطق السياحية، وهو مشروع ضخم يتم على مراحل. توسعت مشروعات المترو والمونوريل في القاهرة الكبرى لتقليل الازدحام والانبعاثات وتحسين كفاءة التنقل. جه الوقت نختبر نفسنا. تعالوا كده نحل شوية أسئلة مع بعض ونشوف إحنا فعلاً مذاكرين ومستعدين ندخل السلك الدبلوماسي ولا محتاجين نشد حيلنا أكتر؟ ها يا سيادة الدبلوماسي المستقبلي، أنا مستنية أشوف هتجاوب إزاي. يا ترى مذاكر ولا هتتلخبط؟ قارن بين برامج الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها مصر في التسعينيات وبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي بدأ عام 2016 من حيث الأهداف الرئيسية والنتائج المحققة. برنامج التسعينيات ركز بشكل أساسي على الخصخصة وإعادة هيكلة الموازنة كأهداف رئيسية، ونجح في خفض التضخم وتحقيق استقرار نسبي. أما برنامج 2016 فكان أشمل، حيث استهدف تحرير سعر الصرف بشكل كامل وخفض دعم الطاقة وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية. نتائجه كانت أعمق، حيث أدت إلى زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير وتحسين تصنيف مصر الائتماني رغم التحديات الاجتماعية المصاحبة. كيف أثرت جائحة كورونا على برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد؟ جائحة كورونا شكلت ضغطاً على الاقتصاد العالمي والمصري وأدت إلى تباطؤ وتيرة بعض الإصلاحات. الحكومة المصرية تحركت بسرعة وحصلت على تمويل سريع من صندوق النقد الدولي، وأطلقت حزم تحفيزية لدعم القطاعات المتضررة مثل السياحة والطيران، مع التوسع في برامج الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجاً للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ناقش دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر 2030 مع التركيز على أهم الاستراتيجيات الحكومية لزيادة مساهمته في الاستثمارات. القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتحقيق رؤية مصر 2030. الحكومة تعمل على تمكينه عبر استراتيجيات واضحة، أهمها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة، وتطوير قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة لزيادة الاستثمارات. حلل التحديات التي تواجه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الشراكة مع الدولة، واقترح حلولاً للتغلب عليها. أبرز التحديات هي البيروقراطية وطول مدة الموافقات والمنافسة أحياناً مع الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على تمويل طويل الأجل. الحلول المقترحة تشمل تفعيل الشباك الواحد بشكل حقيقي لتقليل الإجراءات وضمان حيادية المنافسة عبر جهاز حماية المنافسة، وتوفير آليات تمويل مبتكرة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية. اشرح استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 مع ذكر أهم المشروعات المنفذة في هذا المجال.
استراتيجية مصر تهدف إلى وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول 2035. لتحقيق ذلك، نفذت مصر مشروعات عملاقة، أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وهو من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومزرعة رياح جبل الزيت. كما توجد خطط طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذه الفرص؟ التحديات تشمل الحاجة لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية وشبكات النقل وتخزين الطاقة لمواجهة الطبيعة المتقطعة للشمس والرياح. لكن هذه التحديات تمثل فرصاً كبيرة، حيث يمكن لمصر أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا وإفريقيا، وجذب استثمارات عالمية في مجال تصنيع مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. حلل وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مع التركيز على أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار والتحديات التي تعيق تدفقه. الاستثمار الأجنبي المباشر شهد طفرة بعد صفقة رأس الحكمة. القطاعات الأكثر جاذبية حالياً هي الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والسياحة. أما التحديات الرئيسية فتشمل تقلبات سعر الصرف والبيروقراطية والحاجة لمزيد من الشفافية والاستقرار في السياسات الاقتصادية لجذب استثمارات طويلة الأجل. اشرح كيف أثرت أزمة الحرب في أوكرانيا على الاستثمار في مصر، مع ذكر الفرص التي يمكن استغلالها في ظل هذه الأزمة. الحرب في أوكرانيا أدت إلى خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومنها مصر، ورفعت تكلفة استيراد السلع الأساسية كالقمح والطاقة. لكنها خلقت فرصاً أيضاً، حيث زادت أهمية مصر كبديل لسلاسل الإمداد وكمصدر محتمل للغاز لأوروبا. كما يمكن لمصر جذب استثمارات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي. ناقش أهمية انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية، مع ذكر المكاسب التي كانت متوقعة والمبررات التي أدت إلى خروجها لاحقاً. الانضمام للمؤشر عام 2022 كان شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وكان من المتوقع أن يجذب استثمارات أجنبية تقدر بمليارات الدولارات في أدوات الدين الحكومية، مما يقلل تكلفة الاقتراض. الخروج المؤقت في 2024 جاء بسبب تراكم طلبات المستثمرين الأجانب لتحويل أرباحهم للخارج، وهو ما تم حله بعد تحرير سعر الصرف الأخير. كيف يمكن للاتفاقيات الاقتصادية مثل منطقة التجارة الحرة الأفريقية أن تعزز من التجارة البينية لمصر مع دول القارة؟ هذه الاتفاقية تفتح سوقاً ضخمة تضم أكثر من 1 مليار مستهلك أمام الصادرات المصرية بدون جمارك، يمكنها تعزيز التجارة بشكل كبير في قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية والكيماوية والأدوية. ولتحقيق أقصى استفادة يجب على مصر تطوير الخدمات اللوجستية وخطوط النقل المباشرة مع الأسواق الأفريقية الرئيسية. كده خلصنا أهم النقاط اللي ممكن تيجي في الامتحان. استعد كويس وراجع الفيديو كذا مرة، وما تنساش الفيديو الجاي هيكون فيه مراجعة سريعة لأسئلة متوقعة. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان مفيش حاجة تفوتك معانا.